الدولار بيلعب في السوق براحته ومحدش قادر عليه. الجزارين بيقولوا إن كيلو اللحمة في رمضان هيوصل ل 500 جنيه. مفيش أعلاف ومفيش استيراد ومفيش دولارات. سيبك انت من الحديد والذهب والأجهزة المنزلية اللي أسعارهم اتضاعفت علشان لا يبقى فيه جواز ولا حياة من أصله. خلينا في السلع الغذائية والأكل والشرب اللي أصلاً مش عارفين نوفره. الزيت والسمن والزبدة ومنتجات الألبان والشاي والقهوة والمكرونة والتونة والسكر وكافة الحبوب والبقوليات من الفول لغاية الفاصوليا، ومعاهم طبعاً البهارات والعصاير والمخبوزات والثعلبات وفديله 7 لفات. كل الحاجات دي أسعارها زادت تاني وتالت ورابع وخامس كمان، وما تستبعدش سادس وسابع وثامن طالما ان الدولار وصل ل70 جنيه في السوق السوداء. واللي يقولك غير كده قوله انت كداب، وخده من ايده وادخل بيه اي سوبر ماركت وفرجوا على الاسعار علشان يفوق من الوهم اللي هو عايش فيه. وعلى فكرة الكلام ده مش من عندنا ولا احنا بنروج لاشاعات لا سمح الله، يعني الكلام ده جاي من التجار نفسهم اللي ما بقوش بيتكسفوا من المواطن وبيقولوا له كده عيني عينك الاسعار هتزيد تاني قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان، وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان. وبيقولوا طالما مفيش استيراد ومفيش دولار يبقى هتفضل الأسعار تزيد وتزيد. والدليل إن الشركات المنتجة للألبان رفعت أسعارها 4 مرات في شهرين بس. يعني في رمضان مش هتعرف تشتري علبة الزبادي يا زبادي. كيلو اللحمة خلاص بقى رسمي ب400 جنيه، ده رسمي وفهمي ونظمي كمان. والجزارين بيقولوا إنه ممكن يوصل ل 500 من بداية شهر رمضان علشان أصلاً مفيش أعلاف ولا في دولار نستورد بيه العلف، وهنمر بنفس المشكلة اللي مرينا بيها قبل رمضان السنة اللي فاتت. وطبعاً الكلام ده هينطبق على الفراخ والسمك والبط والحمام وكل ما هو طائر وعائم ويقف على 4 أرجل، وربنا يسترها علينا جميعاً. الأسعار بتزيد كل ساعة في نفس الوقت اللي الدخل ثابت لا يتغير، والحكومة بتلف في دايرة مفرغة ومش عارفة تطلع منها، ولا تطلعنا ولا شكلنا هنطلع. وطبعا مش ممكن تطلع إلا إذا تم توحيد سعر الدولار وبقى سعره في البنوك هو نفس السعر في السوق الموازي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وربنا يحلها من عنده إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.